إن الحمد لله وحده نحمدك يا رب ونشكرك ونستعين بك ونؤمن بك يا رب. لا تدع لنا في هذه الأيام المباركات ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته يا رب. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كانوا الأصحاب الأطهار كانوا ينفذون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، حتى أنهم كانوا رضوان الله عليهم يتمسكون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وعن أباه وأرضاه، يركب دابة ويسير في مثل هذه الأيام فيقف في طرقات مكة ويدور بها. تدور الدابة في مكان فيسأله الصحابة: لما فعلت ذلك يا ابن عبد الله؟ لما فعلت ذلك يا ابن عمر؟ فيقول لهم: والله ما أدري إلا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يركب دابته ويلف بها في هذا المكان، ففعلت ذلك تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من فرط حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينفذون كلام رسول الله وينفذون سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه حينما جاءه الأمير يسأله يريد أن يعطيه درسا فطرق الباب فوقف خلف الباب طويلا ونادى على الإمام مالك يقول له: يا إمام، إنك تذل الأمراء حينما يأتون إليك لكي يسمعوا كلام رسول الله وسنة رسول الله تذلهم. فيقول له الإمام مالك: والله ما قصدت إذلالكم، ولكني علمت أنكم تريدون مني أن أحدثكم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتطيبت ولبست أحسن الثياب وعطرت جسدي وبخرت بيتي لأنني سأتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم كانوا سادة فسادوا العالم فوصلتنا رسالتهم، ظلوا على ذلك وتمسكوا بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا الصحابة الأطهار ما وصلت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما وصلت إلينا رسالته التي هجرها معظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة الكرام، في مثل هذا الحدث الجلل الذي أصابنا وفطرت قلوبنا بسماعه، وفي لحظات بسيطة وفي أوقات قليلة سمعنا بوفاة أخونا المرحوم الحج عزب غراب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، وأن ينور عليه قبره، وأن يوسع عليه قبره يا رب العالمين، وأن سبحانه وتعالى يجعل قبره روضة من رياض الجنة عليه يا رب العالمين، وأن يخفف عنه ضمة القبر يا رب العالمين، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر يضم العبد منا ضمة، إما يضمه ضمة الأم لولدها، وإما يضمه ضمة العاصين والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن ماتت عمته صفية رضي الله عنه وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها، يوم أن ماتت وحفروا لها قبرها استأذنهم رسول الله قبل أن يدفنوها، فنام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ظل يستدير في القبر ويكلم القبر. وصعد رسول الله من القبر فسأله الصحابة: يا رسول الله لم فعلت ذلك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: سألت القبر ألا يضم عمتي ضمة صعبة تختلق فيها أضلاعها، سألت أن يخفف عنها ضمة القبر. اللهم صل عليك يا أسعد خلق الله، اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة دائمة متلازمة إلى يوم القيامة. وها نحن أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأهلون الكرام، نودع حبيبا وأخا شقيقا، رجلا فاضلا عزاه الناس وذهب الناس جميعا في وداعه، وذلك حبا فيه. شفع له الناس جميعا أنه من أحسن الناس خلقا وصبرا وأدبا واحتراما. واعلم يا عبد الله أن من شفع لك الناس، من شفع فيه 40 نفرا من خلق الله، دخل الجنة بإذن الله، دخل جنة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى لأخونا الذي وافته المنية بلحظات، ما كان مريضا، ما اشتكى ألما، ولكنه ذهب إلى المقابر مشيعا جنازة في صلاة الظهر، فرجع من صلاة ظهره متوضئا مصليا آخذا أجر من مشى في جنازة، أخذ أجرها 4 قراريط من الجنة، وعاد إلى بيته في صحة وعافية، معافا لم يصبه فاقة إلا أنه تألم ألما بسيطا، وبعده نام ثم فارقت روحه الحياة. هي لحظات ليس إلا فاضت روحه إلى رب السماوات والأرض، متوضئا مصليا طاهرا، ما قشر في وجه أحد أبدا، ولكنه كان دائما مبتسما. اللهم اجعل ابتسامته هذه يا رب العالمين في قبره دائمة يا رب العالمين. اللهم يا رب نسألك حينما أتته الملائكة أمس بعد صلاة العشاء، أتته الملائكة سألته: من ربك وما دينك وما رأيك في النبي الذي أرسل فيكم؟
كما قال الحبيب محمد يوم أن مات ولده إبراهيم وهو طفل رضيع، مات ولده، فحينما قبروه وقف النبي على قبره فسمع قبره وسمع الملائكة وهي تكلم ولده. النبي يقول لأصحابه: الملائكة جاءت إلى ولد الآن وقالت له: يا ولد يا إبراهيم من ربك؟ فقال: ربي الله. وما دينك؟ قال: ديني الإسلام. وما رأيك في النبي الذي أرسل فيكم؟ قال لهم: والدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو في الجنة إن شاء الله، في الجنة يرتع في جنة الخلد إن شاء الله، فهو في رحاب الله الآن، هو مع الله الآن، هو في جنبات الله الآن، هو يقف بين يدي الله موحدا في مثل هذه الأيام وفي هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة، العشر الأول التي نادى الحبيب فيها أمته: اعملوا ما شئتم في مثل هذه الأيام، تقربوا إلى الله في مثل هذه الأيام، اعملوا الطاعات، اذكروا الله. يرى الناس ابن عباس رضي الله عنه يقف على جبل عرفات يذكر الله، يقول: لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فيسأله الصحابة يقولون له: يا ابن عباس لم تسأل الله حاجة؟ لما تقول له: يا رب اشف مرضايا، يا رب اعط ولدي، يا رب أريد بيتا أبنيه، يا رب أريد لا. قال لهم: لا أريد أن أسأل الله ذلك، ولكني سمعت حبيبي يقول، وحبيبي سمع من حبيبه يقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله ذكر الله، من شغله التوحيد، من شغله طاعتك لله وحبك لله وامتثالك لأمر الله، لو شغلك هذا وبعدت عن كل ما يغضب الله، طهرت قلبك نصفت قلبك وطهرته، شلت ما فيه وصرفت عنه ما فيه من أحقاد وأغلال وغل، كل ذلك لا ينفعك يا عبد الله في مثل هذا اليوم الذي لا نتذكر فيه إلا الأموات ولا نذكر الله كثيرا إلا فيه. في مثل هذا اليوم يقول الله لنا يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون. ايه يا رب؟ امال ايه اللي هينفعنا؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. لم يقل الله صلاة، ما تجيش بصلاة، ما تجيش بزكاة، ما تجيش بحج، ما تجيش بصوم. هو بيقول كده ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لأنه يعلم أن كثيرا من عباده يصلون ولا يقبل الله منهم لا صرفا ولا عدلا. يعلم أن أناسا من أمته يحجون ولا يقبل الله منهم حجا ولا كلمة قالوها في الحج. من الناس من يزكون ويعلم الله أن منهم من لم يقبل منهم زكاتهم لأنهم أشركوا بالله، لأنهم أشركوا مع الله أحدا غيره. فأصابنا يا إخوة ما أصابنا الآن من هم وغلاء وبلاء وفقر وكسرة بلاء وبلاءات كثيرة. إنها من ماذا؟ قالها العالم الهندي يوم أن قالوا له، عالم هندي في الهند أصابتهم مجاعة وأصابهم غلاء
وأصابهم وباء، وأصابهم كثير مما نحن فيه الآن وأكثر مما نحن فيه. فبيقولوا له يا شيخ احنا ايه اللي احنا فيه ده؟ قال لهم كلمات بسيطة، قال لهم كلما ارتفعت قيمة الإنسان قلت قيمة الأشياء، وكلما انخفضت قيمة الإنسان ارتفعت قيمة الأشياء. فبيقولوا له ايه الكلام ده؟ ايه ارتفعت قيمة الإنسان؟ قال لهم إذا ارتفعت قيمة الإنسان بالعبادة والطاعة والتبتل إلى الله والتمسك بالله، وأن تأوي إلى ركن الله ولا تشرك به أحدا، لا تقولوا ولدي، لا تقولوا أخي، ولا تقولوا عمي، لا تقولوا كذا وكذا سيكون لي سندا في الحياة، لا أبدا، هذه لفظة مخالفة للشرع. أما السند من؟ الله. أما من هو ركنك الأول من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تؤمن أن عبد القادر قادر، فالله سبحانه وتعالى سيرزقك خيرا وسيطمن قلبك وسيريح بالك. إلا أننا لا نؤمن بأن عبد القادر قادر. يقول لك خذ بالأسباب، وانت بتاخد بالأسباب بتبقى متوكل على هذا السبب، لست متوكلا على موهب السبب، لأن موهب السبب من؟ الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيوهب لنا الأسباب. فإذا توكلت على الله حق توكله خلاص رزقنا كما يرزق الطير تغدو بطانا تروح خماصا وتغدو بطانا. السيدة مريم وهي تضع حملها ربنا قال لها ايه؟ وهزي اليك الجزع تساقط عليك رطبا جنيا. هزي الجزع. العلماء قالوا الجزع النخله، لو جابوا امه تهز جزع النخله مش من هز، ازاي السيده مريم تهز جزع النخله عشان كذا؟ فالشاعر صاغ ذلك في كلمات جميله، فيقول توكل على الله في الامر كله ولا تركنن يوما إلى الطلب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجزع يساقط الرطب، ولو شاء لأدنى إليها الجزع من غير هز، ولكن كل شيء له سبب. فالسيدة مريم لمست جزع النخلة، فالله سبحانه وتعالى جعل النخلة تستدير وتنزل الرطب إلى فمها بقدرة الواحد القهار. أيها الإخوة الكرام الأحباب الأفاضل، إننا ودعنا أمس رجلا، وهذه هي آجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قدر الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قدر أمة محمد أن أعمارها ما بين 60 و70. أعمار أمة محمد بين 60 و70، وكلنا عارفين ذلك، وبايدن بتاع أمريكا عارف أن أمة محمد 60 و70، والغرب واليهود وكله عارف، بس احنا مش عارفين. يعني احنا عارفين بس مش عارفين. ليه؟ لأننا حرصنا على الحياة وأملنا في الحياة هو الذي يدفعنا إلى قلة الطاعة. لا أقول أننا لا نطيع الله، ولكننا عندنا قلة طاعة، ما عندناش نهم إلى الطاعة، ما عندناش استعداد للطاعة، لأن ربنا في آياته بيقول وسارعوا، قال في الخير وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات. في الخير قال وسارعوا، اجري للخير. أمال الدنيا بقى وأكلك وشربك قال وامشوا، ما تجريش، بالراحة على مهلك. قال وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ليه يا رب؟ قال لأن الرزق مضمون. أنا بقول لك امشي. ليه؟ امشي عشان رزقك مضمون. فالأمس ودعنا الحج عزب غراب، وأنا لا أزكيه على الله، لأنه هذا الرجل بإذن الله نسأل الله أن يكون من أهل الجنة، ويعتبر
قدوة لنا أو نقتدي به بحسن خلقه، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الآخرة التنافس في الآخرة على إيه؟ التنافس في الآخرة على إيه؟ بحسن الخلق. يعني دخولنا الجنة التنافس فيها هيبقى بحسن الخلق. اللي يكون أحسن خلقا هو اللي هيبقى الأول، بيجري في الأول على الصراط وبيعدي على الصراط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نمر على الصراط كالبرق الخاطف يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا جميعا يا رب العالمين، كل من مات موحدا. نسأل الله أن يجعلهم جميعا من أهل الجنة، ويجعل أخونا الحج عزب غراب من أهل الجنة يا رب، فهو الآن بين يدي الله. نسأل الله سبحانه وتعالى له أن ينور له في قبره، وأن يجعل قبره مد بصره يا رب العالمين، وأن يصبر أولاده وزوجه، وأن يجعل عمله في ميزان حسناته وحسنات أولاده يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، تذكروا، فإن هذه هي الذكرى. تذكروا من الموت وخذوا عظة من الموت. الآن الله سبحانه وتعالى من كثرة عصاة المسلمين يلاعب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويأخذهم فجأة. نسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يرحمنا وأن يميتنا على طاعته يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على حسن استماعكم.